ومساء الخير، كيفكم؟ يا رب تكونوا طيبين. أو أهلا وسهلا بكل أحد جديد. اليوم راح أقدم لكم طريقة البتر تشيكن. طريقة العمل والمقادير حتنقسم لقسمين. أول حاجة تتبيلة الدجاج، بعدين الجريفي أو الصوص اللي حنعمله للبتر تشيكن. فراح نبدأ بالتتبيلة. طبعا صدور دجاج، ملح وفلفل أسود، لبن زبادي، تشيلي باودر، وبهار تندوري، معجون توم وزنجبيل. دايما في اي تتبيلة دجاج الافضل انه يتقطع بهذه الطريقة بالورب، يعني يستوي اسرع. واللي بعد كده حتبل بكل البهارات والتوابل اللي عندي واللبن الزبادي. بس لما نيجي عند التشيلي باودر اللي هو الفلفل الاحمر مطحون، هنا حسب الرغبة، حسب انتو كيف تبغوا الطبخة، مرة سبايسي ولا كيف تحبوها. طيب أقل حاجة حنترك التتبيلة ربع ساعة، وأكتر شي ساعتين. وطبعا أي تتبيلة كل ما قعدت كانت أطعم، بس في الطبخة ما هي مشكلة. حعمل معاكم الصوص عبال ما يتبل الدجاج. نحتاج للصوص ملعقتين عسل، فلفل أحمر مطحون باودر، كريمة طبخ، عندي هنا بذور كمون وبذور الحلبة أو أوراق الحلبة. عندي هنا طماطم، الأفضل تكون مقشرة فتاخدوا المعلبة أحسن. نحتاج زبدة وملح فلفل أسود، جرام مسالة. عندي هنا البصل يكون كبار ما هي مشكلة، كل ده حينطحن في الأخير فمو مشكلة كيف الطحين. كمان حنحتاج ملعقة من معجون الثوم والزنجبيل. دحين راح أبدأ في تحضير الصوص معاكم. أول حاجة لازم تكون المقلاة ساخنة. حضيف زبدة وزيت مع بعض عشان الزبدة ما تنحرق، وحمص فيها أوراق الحلبة والكمون. استخدمت مع الزبدة زيت جوز الهند، ضروري مع الزبدة نحط شوية زيت عشان ما تنحرق. وهنا ححمص البذور اللي حطيتها. هنا ضفت البصل ومعجون الثوم والزنجبيل، حشوحهم شوية وأضيف قطع الطماطم. دحين راح أضيف البهارات وأضيف كمان شوية موية، وبعدين أطحن كل هذا الخليط مع بعض. ضفت قليل موية، دحين حتركهم شوية يغلوا ويتسبكوا وبعدين أطحنهم. دحين راح أطحن الخليط هذا مع بعض لحد ما يتكون عندي صلصة ناعمة. خطوة مرة مهمة، بعد ما نطحنهم لازم ضروري نصفيهم، ضروري هذه الخطوة، لازم يكون الصوص مرة ناعم. دحين في ده الوقت راح أضيف ملعقتين كبار من العسل. بعد كده حترك الصوص على جنب وحبدأ أشوي قطع الدجاج. وفي هذه المقلاية راح أسخن زيت عشان أشوي الدجاج. وحستمر في تشويح الدجاج لحد ما يتحمر من كل الجهات ويصير كده كأنه مشوي وتنشف كل مويته. كده صار عندي الدجاج لونه مرة حلو ومحمر. دحين راح انقله للمرقة اللي عملتها اول ونحط الاضافات الاخيرة.